ازاي اتعلمت انجلش من الصفر. ده انجليزي ليه يا مرسي؟ هلو ماي فريندز، يلا تعالوا النهارده اقول لكم على ازاي تتعلموا انجلش من الصفر. وسامحوني بقى لو لقيتوني ببص في الاجنده بتاعتي كل شويه، لاني حاولت اقول كل المعلومات اللي عندي اكتبها لكم علشان اقولها لكم وتقدروا تستفيدوا بيها. اول حاجه لازم تعرفوها ان انتوا لازم تشوفوا انتوا عايزين ان انتوا تتعلموا الانجليش ده ليه. يعني مثلا انتوا عايزين تتعلموه عشان سفر، ان انتوا محتاجين عشان هتسافروا او كده، او مثلا محتاجينه علشان مثلا الشغل او كده، لان طبعا معظم الشغل دلوقتي يعتبر مش بيقبل غير الناس اللي معاهم انجليش، او كمان مثلا علشان سياحة، انتوا مثلا مسافرين البلد دي بتتكلم انجليش، فانتوا محتاجين تكون معاكم اللغة لان انتوا بتروحوا هناك محتاجين لغة. فطبعا اهم حاجة، اول حاجة لازم تعملوها والخطوة الاولى هي انكم تحددوا انتوا محتاجين الانجليش ده لايه، او محتاجينه عشان تعملوا بيه ايه، او ايه هدفكم منه. وتاني حاجة لازم تعملوها، يعني مثلا لو انتوا في مدارس فيها انجليش، انتوا الانجليش بتاعكم مش هيكون زيرو، هو ممكن يكون متوسط او جيد. وفي ناس مثلا المدارس بتاعتهم مش بيهتموا قوي بالانجليش، فممكن يكون الانجليش عندهم مش احسن حاجة، فلازم تحددوا مستواكم في الانجليش. كمان حاجة محتاجين تعملوها هي ان انتوا تشوفوا انتوا فين دلوقتي ومحتاجين توصلوا لايه، او محتاجين تكونوا فين. يعني ايه يا جوليا الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ السؤال لغير الله مذلة. يعني ان انتوا لازم تشوفوا انتوا مستواكوا فين دلوقتي، وانتوا عايزين توصلوا لليفل ايه. وكمان جبت لكم موقع ازاي تقدروا تحددوا من عليه يحدد لكم انتوا في انهي مستوى، والموقع ده اسمه languagelevel.com، تقدروا تحددوا من عليه المستوى بتاعكم. وبجد الطريقة دي انا جربتها ونفعت جدا وبجد فادتني جدا. طيب يا جوليا، ايه هو الحاجة اللي احنا هنقدر فعلا نتعلم من عليها، او الحاجة اللي هتعلمنا من احنا في البيت؟ هي بكل بساطة الانترنت. جماعة الانترنت بجد مصدر مفتوح فيه حاجات كتير جدا نقدر نتعلمها في البيت ومن الانترنت. وعن حاجات شخصية انا عظمة على عظمة يا ست. جربتها من الانترنت، تقدروا تلاقوا لو بحثتوا على النت ازاي اقدر اتعلم انجليش، هتلاقوا فيديوهات وقنوات كتير جدا ظهرت لكم. انا مش هرشح لكم قنوات معينة علشان في حاجات مثلا بتعجبني ممكن ما تعجبكوش انتوا، او حاجة طريقة انا افهم بيها انتوا مثلا ما تحبوهاش قوي، فانا مش هرشح لكم حاجة معينة. كمان حاجة مهمة تقدروا تعملوها من على الانترنت، غير ان انتوا تتفرجوا على كورس او حاجات زي كده، تقدروا كمان تعملوا حاجة مهمة جدا، وهي ان انتوا تحيطوا نفسكم باللغة دايما. حاجة نقطة اساسية جدا جدا هي ان انتوا تحيطوا نفسكم باللغة. يعني ايه يا جوليا ان احنا نحيط نفسنا باللغة؟ ببساطة يعني ان دايما اللغة تكون قدامكم او حواليكم. يعني مثلا تكتبي التودو ليست بتاعتك او القائمة بتاع المهام بالانجليش مش بالعربي. دي طبعا هتديكي مساحة كبيرة جدا، هتديكي فوكاب كتير او كلمات كتير تقدري تتعلمي منها. وكمان حاجة مهمة قوي تقدروا تعملوها، وهي ان انتوا تسمعوا. لازم تسمعوا ايه؟ ممكن تسمعوا مثلا اغاني، لو في حاجة اغاني بتحبوها او كده، وطبعا هتلاقوها كتير قوي على الانترنت، على اليوتيوب هتلاقوا اغاني كتير قوي. الاغاني بتعلمنا حاجات مهمة قوي، وهي الكلمات او الفوكاب بتعلمنا فوكاب كتير قوي بيكون فيها معظم الكلمات الشائعة او المنتشرة يعني والمتداولة. هتلاقوا فعلا بتديكوا كمية كلمات كتير قوي، تقدروا مثلا تمسكوا الأغنية وتقدروا تفصصوا الكلمات بتاعتها وتفهموا كل كلمة معناها ايه. هيديكوا كمية فوكاب كتير قوي، حصيلة كلمات جميلة جدا. وكمان علشان النطق، تعرفوا ازاي النطق الصح او الامريكان النطق الامريكي الصح. فطبعا الاغاني بتعلمنا الحاجتين، الفوكاب والنطق. لو انتوا مثلا مش بتحبوا الاغاني او مالكوش قوي في ان انتوا تسمعوا الاغاني، ممكن كمان تسمعوا البودكاست. بودكاست كمان جميل قوي. واللي ما يعرفش ايه هو البودكاست، هو ان الشخص بيتكلم عن اي حاجة عامة. فكمان البودكاست بيعلمنا نفس الحاجة اللي هي الفوكاب وكمان النطق بتاع الكلام. وكمان
حاجة تاني، حاجة بجد انا عن نفسي بعملها وبحبها جدا، هي كمان الافلام. ازاي نقدر نتعلم من الافلام، او ازاي ان احنا نقدر نحفظ كلمات او نعمل حاجات من الافلام. هقول لكم على طريقة سهلة جدا نقدر نعملها. ان انتوا مثلا تجيبوا اي فيلم او اي حاجة انتوا، او كرتون، اي حاجة انتوا تحبوها، تشغلوها بالانجلش وتجيبوا الترجمة بتاعتها بالانجلش. طب ليه نجيبها بالانجلش، ما نجيبهاش ليه بالعربي؟ لان بالانجلش مثلا لو انا مبتدئة، ازاي هقدر اطلع حاجات من الافلام؟ هو ان انتوا مثلا تجيبوا فيلم ما يكونش كبير قوي، مثلا مدته 10 دقايق او حاجة، يكون قصير، وتجيبوا معاكم اي اجندة بتاعتكم والقلم بتاعكم وتقعدوا تسمعوا الفيلم. ولما بتيجي تحتها الترجمة بالانجلش، انتوا مثلا يعني ليه بنعمل الترجمة بالانجلش؟ لان دايما احيانا احنا عشان لسه مبتدئين، لما مثلا نيجي نسمع الكلام، هو مثلا لو بيقول هاي ماي نيم از بلا بلا بلا، بيقول اي حاجه، هاي ماي نيم از كذا، احنا ممكن اصلا يعني ما ناخدش بالنا ان هو قال الكلمه دي. فاحنا علشان لسه مبتدئين، فلسه مش واخدين على الكلام الانجليش، والكلام الانجليش بيتقال بسرعه جدا. فاحنا ناخد بالنا من الخطوه دي، لما نعمله بالانجليش هنقول ده فعلا قال الكلمه دي، لان احنا هنسمعها وكمان هنشوفها ونقراها. فدي حاجه هتخلينا ازاي نقدر نشوف الحاجه ونسمعها كمان. وازاي بقى نقدر نجمع فوكاب او نطق من الافلام؟ زي ما قلت لكم، هنجيب الاجنده بتاعتنا ونبدا نكتب اي كلمه مثلا احنا مش عارفينها. يعني مثلا هو قال اي كلمه بالانجلش، زي مثلا نوت بوك. انا مثلا لو انا مش عارفه يعني ايه نوت بوك، بجيب على جوجل المترجم او بعمل سيرش على كلمه نوت بوك، بيطلع لي ان هي معناها كلمه نوتة او الكتيب الصغير بتاعي، يعني النوت بوك بتاعتي. فهو مثلا لو قال لي النوت بوك يعني نوتة، فانا هجيب النوت بتاعتي واكتب فيها ان النوت بوك يعني نوتة. ودي هتخليكم تعرفوا كمية فوكاب كتير جدا، وهتتعلموا منها كتير قوي. وبجد الطريقة دي حلوة وممتعة قوي. احنا مش بناخد فكرة الافلام او الاغاني او البودكاست على انها حاجة فاني او كده، لا، بل هي بتكون طريقة مسلية قوي، وكمان بنستفيد منها جدا، مع انه تحسوها فاني كده وحاجة كده جميلة قوي، بس بالرغم ان هي تحسوها حاجة مسلية قوي، بس هي كمان بتعلمنا فوكاب وحصيلة كلمات كتير جدا. لان معظم الكلام اللي هما بيقولوه في الافلام او الكرتون او الحاجات دي بيكون الكلام اللي هو الشائع، او الكلام اللي هو الديلي روتين بتاعهم، اللي هو الكلام العادي اللي بيقولوه على طول. فهتلاقوا دايما ان الكلام اللي بيقولوه ده هو الكلام المنتشر اكتر، او هو بيكون الكلام اللي يعني هتلاقوا نفسكم بتسمعوه كتير. فالطريقة دي حلوة قوي. طيب تمام يا جوليا، كده عرفنا ان احنا هنتعلم من مصادر كتير منها الانترنت، وكمان ان احنا ممكن نستخدم بودكاست او افلام او اغاني عشان نعود نفسنا على السمع والنطق، وكمان يكون عندنا حصيلة فوكاب عشان لو جينا نقول اي جمل. كمان لازم حاجة مهمة جدا 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 في الانجليش، هي القواعد والجرامر. قواعد الجرامر لو انتوا مش عارفينها، انتوا استحالة تقدروا تكونوا جمل صحيحة او كلام صحيح على بعضه، او محادثات او شات، اي حاجة مش تقدروا تقولوها صح من غير القواعد النحوية والجرامر. طبعا تقدروا تتعلموه من على اليوتيوب برضو، لان اليوتيوب ببساطة بيكون عليه قنوات كتير جدا. لو مثلا انتوا تابعتوا اي كورس من على اليوتيوب، بجد هيفيدكم قوي في الموضوع ده، في القواعد وفي الكلمات وفي الافلام، هتلاقوا كل حاجة على اليوتيوب. كمان حاجة حلوة قوي تقدروا تعودوا نفسكم عليها في النطق، او انكم تتابعوا يوتيوبرز من بلاد مثلا انجلش، او يوتيوبر هم اصلا بيتكلموا انجلش. فانتوا هتحبوا الموضوع قوي، ان انتوا تكونوا بتتفرجوا على الحاجه اللي انتوا بتحبوها، وفي نفس الوقت انتوا بتتعلموا انجلش، وبتتعلموا انجلش بشكل بسيط وبشكل هتحبوه قوي. طيب كده قلت لكم على كل الحاجات اللي تقدروا تعملوها علشان تتعلموا انجلش ببساطه. فاضل حاجه اخيره، والحاجه دي هي يعتبر
يعني زي الانجليش ده يا جماعة عامل زي البازل، لازم تركبوا كل قطعة في مكانها علشان تقدروا تشوفوا الشكل النهائي او الصورة النهائية. فبالظبط كده الانجليش زيه بالظبط. يعني كمان الحاجة اللي قالها لكم دي هي الكتابة، لازم كمان تكونوا تقدروا تكتبوا الحاجة اللي انتوا بتقولوها. مثلا كلمة جود باي، كلمة جود باي انتوا عارفين ان هي نطقها جود باي، وعارفين يعني عارفينها ازاي جود باي يعني وداعا. طيب ازاي بقى تكتبوها؟ لو انتوا مش عارفين تكتبوها يبقى لازم تاخدوا كورس تأسيس في الحاجات دي، ومش لازم يكون بره، لا تقدروا تاخدوه عادي من على يوتيوب ومن البيت. ولازم كمان الكتابة دي تكون مهارة عندكم، لازم تتعلموا ازاي تعرفوا تكتبوا كلمات صح، وازاي تقدروا اصلا تكتبوا الكلمات. لازم عشان لما تسمعوا الفوكاب ولما تسمعوا الكلمات الجديدة دي هتقدروا ان انتوا بعد كده تكتبوها مع التكرار. شكرا جدا يا جوليا على الفيديو الحلو او اللي انتي لمتلنا فيه كل حاجة ده. حاجة اخيرة بقى لازم اقولها لكم، وهي ان انتوا مثلا لو اتفرجتوا على الفيديو ده وخلاص كده، لا، انتوا المفروض بعد ما تعملوا كل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو تعملوا حاجة قوية جدا، وهي المراجعة. لازم تراجعوا كل حاجة انتوا خدتوها، يعني تاخدوا الكلمات من الفيلم او من اي حاجة لازم تحفظوها وبعدين تراجعوها. واياكم تاخدوا درس جديد على الدرس القديم انتوا مش مذاكرينه كويس، ما تراكموش عليكم حاجات. جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل والله العظيم يا جدع. ضم بتدعي لك والله العظيم، امي بتحبك وتدعي لك، تقول لي ما بتجيبش مرسي زي يذاكر معاك يا منيل. خدوا كل حاجة بوقتها، يعني خدوا بس تمرين صغير على الدرس اللي فات لو انتوا هتبدأوا دلوقتي في درس جديد. وكده يكون خلص الفيديو بتاع النهاردة. حاولت اقول لكم على كل الحاجات اللي انا عملتها او الحاجات اللي سهلت عليا الموضوع. كمان هقول لكم على حاجة خطيرة جدا، وهي ان انتوا لو في اي حاجة عايزين تكتبوها لي او عايزين اعملها لكم في الفيديوهات الجاية في الكومنتس، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتس علشان اعرف ايه رأيكم. وكمان هقول لكم على حاجة مفاجأة جدا، هي ان انا في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم ازاي قدرت اني اكتب الكتاب ده بالانجلش، وازاي كمان هحكي لكم ايه هي قصته وايه هي فكرته. ما تنسوش تتابعوا قناة Easy English with Julia علشان تشوفوا المرة الجاية ايه اللي هيحصل وايه حكاية الكتاب ده بالظبط. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. حاولت الم لكم كل حاجة علشان تستفيدوا منه. باي باي، see you in the next video.